السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم من قناه جنى وسومه. النهارده هنقدم لكم وصفه سهله وسريعه على قد الايد. هتقدروا تعملوها في البيت. هنعمل لكم النهارده كبده اسكندراني، ويلا نبدا. اقول لكم المقادير. دلوقتي معانا نص كيلو كبده متقطعه شرايح، ومعانا 5 قرون فلفل اخضر رومي، ولو عايزين حامي تحطوا على حسب الرغبه طبعا. ودلوقتي معانا 5 فصوص توم ومهروسين، ومعلقه ملح، ونص معلقه كمون، ونص معلقه فلفل اسمر، وطبعا الشطه على حسب الرغبه. ودلوقتي طبعا معلقين على الزيت، نسيبه يسخن شويه. بعد كده ننزل بالكبده فيه علشان على ما يسخن ننزل بالكبده على طول فيه. دلوقتي نزلنا بالكبده في الزيت وهنسيبها طبعا، نوزعها حلو طبعا في الطاسه علشان على ما تغير، اول ما تغير لون على طول. ودلوقتي وزعناها كويس في الطاسه. دلوقتي هنفضل نقلبها بقى كويس. هنبدأ نقلب فيها كويس لحد ما اللون كله يغير ويبقى بالشكل المنظر اللي انتوا شايفينه ده. ودلوقتي بعد ما اللون غير كده هنبدأ ننزل بالتوابل. هننزل الاول بالثوم، بعد كده ننزل بالتوابل. دلوقتي اهو حط الثوم، بقلب بقى كده. بعد ما حطينا الثوم وريحته بدأت تطلع، وبجد الريحة بقى تحفة وبدأت تطلع اهي، هننزل بقى دلوقتي بالفلفل اهو. طبعا لو عايزين تحطوا فلفل حامي اي حاجة براحتكم طبعا حسب الرغبة، زي ما انتوا بتحبوا بالظبط اعملوا. دلوقتي هنبدأ نقلب الكبدة، ودلوقتي وطيناه وهنسيبه بالظبط 10 دقايق على ما الفلفل يدبل على طول. هنحط التوابل الاول وبعدين نسيب الفلفل يدبل، ننزل كله اهو. دلوقتي هنبدأ نقلب بقى اهو. ريحته والله يا جماعة بدأت تبقى تحفة، بدأت تظهر اهي. ودلوقتي يا حبايبي استوت خلاص، وهبدأ اطفي عليها بقى. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما الكبده استوت وطعمها بجد تحفه، لازم تجربوها وتقولي لي رايكم. احنا دلوقتي قدمناها مع مكرونه وبالصلصه وبطاطس محمره طبعا، وبراحتكم برضك. لو عايزين مثلا تاكلوها في سندوتشات او اي حاجه براحتكم. احنا دلوقتي قدمناها مع مكرونه. وبس كده خلاص. وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير وتوصلوا لاكبر عدد من المشاهدين. وطبعا ما تنسوش